فيا أيها العباد، لماذا تخافون الرزق؟ لماذا تجزعون من قلته؟ لماذا تستطيلون انتظاره؟ هو مخلوق لكم قبل أن يخلقكم، فلماذا الجزع والهلع؟ يقول لك رزقا للعباد، أنت من جملتهم، رزقك عندك. لماذا تطلبه بالحرام؟ لماذا تطلبه بما يسخط عليك من يرزقك؟ فلماذا الجزاء؟ لماذا تطلب ما عند الله بما حرم الله؟ لماذا تنقلب بدريهمات في جيبك مقرونة إلى سخط من ربك؟ اسعى كما أمرت، تسبب كما أمرت، واعلم أن رزقك آتيك لا محالة. فلا تطلب لا تطلب ما عند الله من الرزق لك بما يسخط ربك عليك. بئس الدرهم هذا يأتيك تحوزه وتحوز معه غضب الرب. بئس الدرهم هو.